كلها بيو. حبيت نفلكس هكا على برودوي هكا في مخي حاجة معينة. يا أخي أنا ما فهمتش يا ما الحق ما نعرفش دخلت بعضي يا خويا دخلت بعضي برشا ما شاء الله برشا أنواع والكل. ما عرفتهم ما فهمتهمش ما فهمتش حتى عرفتوا باش تشد هكا تقرا كومبوزيسيون تقرا شنية والكل عرفت شطر الكلام نفهم وشطر الكلام ما نفهموش لازمني بجوجل تراديكسيون باش نجم نطلع أنا باش حاجتي. المهم خليني حبيت نعطيكم فكرة عرفتوا فما الحاجة الباهية هوني تاع حاجة باهية على الآخر. يحطوا البيو وحده ويحطوا اللي العادي وحده يعني بالطبيعة فما لاحظت فما مواد يعني فما دي برودوي عندهم بيو تكون أقل فلوس يعني ما أقل فلوس من العادي يعني فهمتوا احنا اللي مثلا في تونس عنا البيو تخش غالي. هوني تلقى ساعات تلقى البيو في مش في الكل تلقى البيو أقل شوية سوم أنقص. هذه سبيسيالمون كلها بيو كلها بيو. شوف من لي برودوي كوسميتيك لشنية للعظام للكومبوت تصوروا انتم كل ما هو كل شيء بيو الخضره كل شيء. فما ناس خويا ما تاخوش يعني البرودويات العاديه تشري كان من البيو. هذا هذوما قلت لكم هذوما البرودوي كوسميتيك. شوفوا دودورون بيو. احنا البيو متاعنا قبل مسك وشاب ذكروا ذكروا المسك والشاب. ما كان حاليته تنلقاها طرف مسك وطرف شاب. الحاصل شوفوا راهو الناتور وحده راهو الطبيعي بالحق راهو ما يعوضوا حتى شيء. اي مستحضر باش تاخذوا راهو فيه البرودوي شيميك اي مستحضر باش تاخذوا راهو حتى ولو يعطيك نتيجه فعاله وكله اكيد عنده فما نتيجه عكسيه من بعد. دونك ما فماش خير من الحاجه الطبيعيه وحاجه ناتور. وكان نلقاو حاجه هكا بديل يعني اخي سامحوني يعني نساق بالك كيفاش كانوا عايشين يعني ممكن عايشين بالعشاب وكانوا عايشين يهرسوا يعملوا يزيتوا قدوا كله وما شاء الله عليهم. تلقى الحمورية في الوجه مش كي حالتنا احنا تلقى وجوهنا صفر وحالتنا حليلة وفي ساعة اللي غيد خرج وفي ساعة بالحق كانت الماكلة صحية خير. كانوا البرودوي اللي يستعملوها قبل كانوا خير يعني تويكا من اللي دخلونا هذا البرودوي شيميك هذه تهلكنا بصراحة. واحنا اهوكا يعني احنا نجراو يعني نشريوها وهي بكل مضره. اول حاجه هما يعرفوا يسوقوا يعني عرفتوا تويكا مثلا فما موضوع هو موضوع يجبد موضوع يعرفوا يسوقوا للمنتوجات والكل. تلقى كيما تويكا مثلا تلقى اليوتيوبرز الكل تشري ناس عند بعضها تلقى لي انستغرامز الكل تشري ناس تعاود عند بعضها كل برودوي هكا ما نعرف شنو يدوب حاجه تصير لها اشهار مثلا تويكا بالمواقع التواصل الاجتماعي حاجه تصير اشهار هكا تلقى الناس الكل عليها كل بطاطا فهمتوا. اللي هو ذيك هي سياسة ممنهجة سياسة للتسويق سياسة اللي ديما يكون فما أشاء ديما يكون فما يعني تكون فما استمرارية استمرارية للاستعمال يعني لازمك ديما تستهلك جوستومون استمرارية للاستهلاك فهمتوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هوني حبيت نوريكم هوني اللي يحب ينقص في الميزان ياخو هكا الحاجات هذوما الشيا الجرين ميكس هذيك عرفتوا تذكروها القهوة هذيك القهوة الخضراء تذكروها هم يبيعوا فيها هوني ويبيعوا فيها ب20 احنا القهوة الخضراء تجينا نجيبها لنا اللورور ونخلصوا عليها يظهر لي ما تفوتش 20,000 20 غالية بصراحة حسيتها غالية بتيت خاطرها أغلى أما خاطر أكبر الوحدة أما غالية كمان غالية. باهي قضيت ونحكي لكم بصدق وللأمانة ما خديت حتى شيء بيو حتى شيء ما خديته بيو مشيت قضيت من برشا بلايص شريت من زمان شريت من ألدي شريت من انترمارشي عرفت عملت الكورس متاعي اليوم قضيتي واللي ناقصني للدار وقبل كل شيء ديجا شفت وشنية علاش يعني نحكي هذايا الكل. نحب نعمر فريجيديري شريت فريجيديري جديده بيركولي ان شاء الله مبروك عليا. الحمد لله تعرفوا تخلصت ما كان فريجيدير مازلت ما تخلصتش منها هي مازلت في بلاصتها اما ارتحت منها راهي ما هزت لي شيء راهي اشترى الماكله تفسد راهي اشترى الماكله تمشي عرفت باش نحب نقضي وفريجيديري ما تهز حتى شيء. المهم هو انا ما عنديش اسباس للفريجيدير هذه شفتوني وين حطيتها ما لقيت وين نحطها حطيتها بجنب بيت الفطور. عرفت تحسها هكا لا علاقة باللياقة ولا بالرشاقة والكل أما مجبر أخاك لا بطل مكره أخاك لا بطل بلو فوق خاطر ما عنديش حتى بلاصة بحكم كونهم الديار صغار بحكم كونها الصالة هك شفتوا يعني
الصالة كبيرة والكوجينة صغيرة على الآخر، ما عندي وين نحطها الفريجيدير. حتى هكا نحينا رجلي نحى الوحدة ليليمون الفوقانية بالكل، وين محطوطة كانت الفريجيدير والفور، نحى ليليمون جيت ما جيت سافابا على خاطرها صغرت لي الكوجين. دونك ما عندي وين نحطها، خليتها غاديكا. ماهمش ماهيش جراف الحكاية. ياما يحطوا ياما يحطوا هوني يسمعوا هوني شفتوا في الغربة حتى عندهم الحياة اليومية يعني مش كيف احنا نعيشوها. احنا عرفتوا كل نحبوا كل شيء مرتب وكل شيء كل شيء هم عرفتوا تعطيهم حاجة يعني حاجة خاصة بديت خاصة الناس المتغربة والناس اللي هكا بداية جديدة كيف أنا يعني أعطيهم حاجة يعني كانوا بها روسهم حاجة تركح لهم أمورهم وكهو يعني مش لا جايينهم حد لا جايينهم ضيف لا حد شيء. انا قعدت نغازل الحق على التصوير قلت له توا هذه بلاصه كل راجلي قال لي غدا ما عندي حتى حل مع وما فوق قلت لك انا التصوير ما حاجه ما تهمنيش راه انا اعطيني كوني انا شري فريجيدير اعطيني كوني نحطه ويخدم وخليني نشد لنا حاجاتنا يعني خليني علاش في ياغورت ولا حليب ولا باش تحط يعني هذا اللوجيك يعني الاساسيات كوني انا ومن الحاجات الاوبليجي عليا كوني انا نوفر فريجيدير راني وفرت لك فريجيدير وين تحطها وين باش تحطها قال لي هذيك هي بلاصتها ما عندي ما نعمل لك. اسكت على روحي قلت له يرحم والديك ساعه كي جبت لي الفريجيدير يرحم والديك باهي الفريجيدير ما شريتهاش جديده شريتها من بون كوان كيما عندنا احنا طياره يعني تبيع فيه حاجات مستعمله تبيع فيه فهمتوا خديتو جديد تو نوريكم نحلو معاكم تو نوريكم جديد ويتسمى اون بون اوكازيون بالحق خاطر الحاجة الباهية هوني تلقى كل شيء متوفر بصراحة والأسواق بصراحة ما هيش غالية مهم حتى شفتوا هو بدو تنجم تلقاه برا في الشارع راه عادي جدا. المشكلة كون ما تبداش عندك كرهبة باش تجيبه إلا فهمتوا تبدا ساعات تبدا تمشي في الشارع تلقى حاجة تقول ما صبر راني نهزها فوق كرايمي ونروح نروح بها للدار والله تلقى حاجات تلقى ماكينات تلقى برشا حاجات تويتي بالحق تويتي تشوف حاجات مخك يقف علاش تاع مش خاطر هما عندهم برشا فلوس ويلوحوا لا شفتوا مثلا عندهم ازمه نتاع سكن فما ازمه نتاع مثلا الناس توفى كونترا نتاعها مثلا نتاع خدمه تمشي تبدل لبلاصه اخرى مثلا كانت في ناس تمشي لمارسي تمشي ليون ما عنده ما يعمل له دبش هذاك خاطر فما برشا كثره فما كل شيء متوفر ما عنده ما يعمل له يقول لك انا اللي باش نكري بيه علاش اللي باش يكري بيه هو كاميونه باش ينقل به الدبش يتكلف له اغلى من الدبش الكل. هوني عندهم السيرفيس غالي بصفه غريبه غالي يعني انا مثلا لقيت فريجيدير ملوحه برا باش نمشي انا نكري لها كاميونه باش تجيبها لي تتكلف لي كان نمشي نشري فريجيدير جديده ويعملوا لي ليفريزون هما للدار تما خير فهمتوا كيفاه. دونك هاني قلت لكم فما بارادوكس في الحكايه وهذاك علاش قلت لكم راهو شكون اللي سلكها اللي عنده كاميونه اللي عنده ستافيت تو نحكي لكم الاسرار اللي يجيبوا في الماكينات اللي يجيبوا الماكينات البرة الماكينات تلقاو برشا قنوات يصوروا سوق فرنسا سوق ما نعرف شنو قبل انا نذكر وقت نقول لكم راهو راجل يمشي لسوق الكراهب ويجيب جماعه الخارج تجيب كما ماكينة القهوة شريتها من غازي هذيكم الكل صدقوني البنات هذوكم الكل ما نحبش نقول 100% اما ممكن فيهم 80% يلقاوهم ملوحين يعني يلقاوهم محطوطين عندهم نهار لحد اللي هو عندك الحق مسموح لك كونك تخرج دنيتك تخرج الحاجات الموبل ولا حاجات هكا انت مستغني عليهم تخرجهم وتحطهم لبرا باش غدوه الاثنين تجي البلديه تهز وتجي واحده اللي هي تابعه جمعيه من الجمعيات تهز الموبل ويمشوا يهزوه لبلاصه معينه ويبيعوه باقل اسواق او كدونك شكون يبداو يتسابقوا دونك نهار لحد العشيه يمشي ويخرجوا كالكمين هكا عبيد تخدم على رواحها راهي خدمه من الخدم راه تمشي تتلمهم تمشي تلم فريجيديرات تلم جيزان تلم غسالات راهم مخاخكم تيقف شفتوا مخاخكم تيقف عمرنا ولا نشوفهم في تونس ما تشوفوهاش حاله ما تشوفوهاش في تونس تلقاو سالة مطايشة تلقى بيت فطور مطايشة تلقى أنا قلت لك ابكي كان يكون عندك كاميونة ولا استافيت كبيرة عبي وروح بهم للبلاد وبيعش باش تبيع ماكينات والكل مثلا الفريجيدير ما تبردش ولا فريجيدير كان هو مهفي ياسر في راسه او كيصلحها ويهبطها جديده ويهبطها مصلحه وسينو يتعامل هو وشكون يصلح له ويجيبه بعد يهبط يبيع وتعرفوا بك الحسبه عاد قداش يبيع. الله غالب خويا صحة للناس اللي قلت لكم يعني صحة للناس والله خدمة هي والله خدمة مربحة على الاخر وفيها فلوس. ونحكي الراجل المرفض قلت له شفت كان ان شاء الله ربي سهل والكل قلت له ناخذ كاميونه ونقعد ندور
نضحك. قلت له قلت له نقعد ندور هكاكا كل نهار لحد، قلت له طلّع فريجيديرات وكيزان والكل نهبطهم للبلاد البيئة. قال لي: "لا أنت صايي عليك." بربي ماهيش خدمة، والله شوفوا أنا خويا أنا ما يعيبني شيء ما يعايرني شيء، أنا نخدم بعرق جبيني ونخدم كوني نصور ونخدم كوني نخدم بالحليل، علاش هي خدمة من الخدم نورمال، يا أخي شنو المشكل نورمال أنت après tout لا سرقت ولا خطفت لقيت حاجة هزيتها صلحتها نظفتها ومشيت بعتها، مربحة على الآخر وديجا سبيدريات فما زيادة حاجة مثلًا ينجموا يدخلوا هوني كيما الفيسبوك ماركات يدخلوا يشريوا حاجات مثلًا تلقى سبيدري مثلًا سبيدري نيو بالانس ولا اير فورس ولا ما نعرف شنيا يلبسوه مرتين ثلاثة وقلقوا منه يحبوا يبيعوه، تلقاه مثلًا هو سومو 100 € تلقاه تبيعه لك ولا يبيعه لك ب10 €، تشريه أنت وتهبط للبلاد تبيعه فواكات، فهمت؟ دونك فهمتوني شنيا الناس كيفاش تخدم، وهذيك هي أكثر العباد أكثر الناس هوني، الناس اللي تمشي وتجي على تونس والكل، هذيك هي خدمتهم ديجا كانت قليلة تويكا ولات ما شاء الله، ولات برشا الناس الكل تخدم فيها الخدمة هذي. أنا واحدة من الناس مثلًا نلقى دار أخرى مثلًا باش ننقل وما عنديش أنا إسباس وين باش نحط، نجم أنا الفريجيدير ما عندي وين نعمل لها، نضل نحطها على البنكو مثلًا ما تتباعليش وأنا مزروبة يلزمني ننقل، تولي تمشي تخرجها لبرا للشارع، فاهمين البنات راهو مش حكاية كونه واحد يلم من البوبيل ولا ناس تلوح حاجة مش مستعملة مش من عنده يمشي يحطها، وإلا منقل لبلاصة بعيدة يمشي يحط في الشارع الدباش. ولا الناس تهز تهز العباد كان نجمة تهز واللي ما نجمش يهزها كتعدى البلدية تهز وتعدى فما واحدة أخرى تابعة هي البلدية أما يعملوها ينظفوها ويرمموها ويقدوها والكل ويحطوها بعد يبيعوها بسوم قليل بسيط للناس اللي مستحقة والناس اللي ما تقدرش مثلا مش تشري جديد أو كم قنانينها هما كانوا عاملوا لهم لوكال ويبيعوهم فيه. به مشي بيا الحديث والكلام قديش نورور وقديش نحكي فما متتبعة خلينا نقول لكم فما متتبعة قالت لي وقديكش تتكلم وقديكش تحكي وقديش تاكل ضوء ومخي بك نقول لها بربي كانت تسمع فيا تويكا نقول لها تنجم اللي بيني وبينك كانك الفلسة تعلق عليا وما تسمعنيش والا انت كتحب تشوف حركتي وتلمو متشبثه بيا والكل نحي لا حط الميوت وشوفني كان كيفاش ندور فهمتني وكان انت تغزل بطبيعتك يعني والكل اعمل ديزابوني وما عادش تبعني جمله اعمل كلام المرزي ماذا بيكم خليهم عندكم خاطرني راني بالحق انا ديما نقول لكم الكلمه الطيبه صدقه انت راك عملت اثم على روحك يعني انا ما عندي ما نقول لك هاني جاوبتك باللي نقدر قلت لك اعمل فلسه وعلق علي كي انا نهثلم برشا ونحكي برشا ونبفردي برشا علق علي اختي بي خنجيوني للمنيو ونجيوني لدبارتي والكل بعد ما ركحتك الفريجيدير وبعد ما كان نظمته هوني جا خديت الشوفريت باش نعمل الشوفريت فما شوفريت نورمال يعني نية وهذه باكو شوفريت طايب دونك ما نزيدش نعاود نغسله ولا نزيد نعمله خاطر هو طايب جوست انا قشرته ورميته فك الواحده نتاع الواحد خاطر باش نزيد نعمله بالماء يتعمل يتنحى القوم تاعو تتنحى دونك قشرته باش نعمل بريك صويبع بالشوفريت غاديك قبيله شفتوني نقص في الشامبينيون باش وعندي ديجا عملت قليه فيها بصل وفيها كوب دجاج باش نزيدها تويكا شامبينيون ونقليها والكل باش نعمل مقرونه زعره بالشامبينيون والدجاج باش نزيدها الزيتون ونزيدها عظم مسموط ومشخله مش نشخشخها الحق والشوربه عندي باهي نجيو للشوربه هنيه فما متتبعه قالت لي يا غدا كيفاش تجيك الشوربه عاقده يا اخي فما متتبعه اخرى جاوبتها والله الحق متتبعه اخرى جاوبتها قالت لها راه الشوربه باش تجيك عاقده حط لها الفارينه يا اختي منين جبت الشوربه فيها الفارينه لا انا طريقتي ان شاء الله نصور معاكم انا طريقتي كيفاش تجيني الشوربه عاقده الشوربه راني نقليها مع البصل يعني نحط الزيت نحط البصل نحط الشوربه تتقلى الكل مع بعضها دو تيل فاصون علاش تجيك عاقده خاطرك انت كي تقلي تعرف الكونتيتي اللي باش تستعملها دونك بعده انت باش تزيد الماء سخون تخنتي تتحكم فيها اسكو باش تجيك جاريه والا باش تجيك عاقده دونك راهي هي ما فيها حتى شيء بعد ما تقلي هذوكم الكل نحط دجاجي على روحي نحط الكرافس بعد ما انا نقصها ساعات نقلي معاها الكرافس باش تصيب بنتها وكل ونحط لها حمصها نحط لها طيب كرويه نحط لها هريسه عربي نحط لها شويه كركم نحط لها فلفل اكحل نحط لها شويه ملح ونحط لها شويه ثوم وساعات ما نحطش الثوم باهي مره نحطه مره ما نحطش والحق تجيني بنينه تهبل تتقلى وتزيد الماء سخون خليها تطيب على روحها وانساها هي مثلا تحسها كان حطيت مثلا كنتي برشا كان عقادة على الاخر كان دو فاصون تحسها برغل مش زيد الماء سخون
يعني انت تكستور نتاعها انت اللي تتحكم فيه، مش هي تتحكم فيك. الشوربه على التقليه قليها، وانا نعمل شوربه هذيك شوربه فيك، دونك على التقليه انت قليها وبعد زيد بالماء باش طماطم، حط طماطم وقليها كل مع بعضها، وتجيك التكستور اللي تحب انت، وصحة وبشفاء. لا نحط فارينة ولا نحط سميد. باهي شوفوا الحشو وحده بركة يتكلم بنة عالمية. سمطت البطاطا ديك بطاطا وشوفريت وجبن ومعدنوس، وحطيت لها شوية كبار وشني اخر لا اله الا الله محمد رسول الله واكهو. وهذيك هي ملسوقة. فما من هذيك ملسوقة الأولانية قعدت لي فضلت ملسوقة واحد بكويت، وزدت شريت ملسوقة ديالي. والديالي بصراحة تجي تهبل والله. البكويت ما نعرفش كيف جيت نعرفش كيف البكويت ما تعجبنيش حتى طرف. ديالي روعة روعة روعة، نحب الملسوقة ديالي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه كانت تدبرتنا لليوم، وهذه كان عشانا لليوم. أنا كل يوم نحاولوا هكا نجيب لكم أفكار، نحاولوا هكا نستنبطوا، نحاولوا هكا نسهلوا عليكم هكا الحياة، بحكم هي خدمتنا كونها هكا أنتم تتونسوا وتاخذوا فكرة وتاخذوا أفكار. نحب نحكي بربي، فما موضوع مهم برشا، مهم على الآخر. أنا واحدة من الناس توشاني برشا، اللي هو المسلسل اللي عاملوه اللي هو الفتنة. مس برشا ناس، مس فئة من العبيد. تحس كونه فما في كل دار فما إدريس في كل دار فما إدريس، اللي هو الخو الأناني اللي يحب روحه، اللي يحب كل شيء ليه، اللي يحب الورث، يعني ياخو هو أكثر باي، اللي يحب هو حقه، يعني حقك والكل. أما تحس كونها فتنة. الفتنة كانت بالحق تكون من الوالدين. هذه موضوع باش نتناقشوا فيه البنات مع بعضنا، بحكم كونه كل عائلة تونسية يهمها مشكلة الورث، يهمها مشكلة كونه كيفاش باش نخلي، كيفاش باش نقسم، كيفاش باش نخلي الوصية، كيفاش ربي باش يا ربي يطول في عمرنا بعد عمر طويل. أما بالحق كي انت تموت وتخلي كل شيء مسيب، بالحق فتنة كبيرة 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 على الآخر. مهما انت تكون ربيت، ومهما تكون انت علمت، ومهما تكون انت قريت، ومهما تكون فما شرع ربي يعني في قسمة بالعدل والكل، حتى ولو كان انت مثلا حددت عملت النقاط على الحروف من الاول، وهذيك راه هذيك وهذيك راه هذيك، بعد الفتنة تصير فيش ما تعرفوش على الظروف، ما تعرفوش على الدنيا، ما تعرفش انت ولدك اللي ربيته تجيه امرأة لافعة، ما تعرفش بنتك اللي ربيتها يجيها راجل يكسح لها قلبها على أخوها، وإلا هي مثلا طول الوقت تدوين، ولا أخوها يعملها. ما نعرفوش على الدنيا، بالحق ما نعرفوش على الدنيا شنو تخلي. هو صحيح مسلسل، هو صحيح من وحي الخيال يعني والكل، ما هم فما كله صاير. يا ناس تعادات، ويا ناس تقاتلت على الإرث، ويا ناس فما أخوة. نتذكر فما متتبعة، يعني علاش جبتوا الموضوع هذايا، فما متتبعة كتبت لي مرة تعليق، قالت لي يا غادة خواتي عاداوني على خاطرني أنا لاباس عليا، يعني خذيت راجل لاباس عليه. بعد كي ماتت أمها وأبوها وكله عندهم الإرث وعندها الباي، ما حبوش يعطيوها حقها، يعني هو شرع حقها. اما خوها بارامون بوها عملوا توكيل ولا شنو الحكايه، لما ولي ثم عطاه لاخواته الاخرين، الا هي على خاطرها هي رجلها لابس عليه. لابس عليه في حاجه. اما خليني انا بارادتي نعطيك، خليني انا بارادتي، مش انت تمسح لي شويربي، مش انت تكوكش على كل شيء وتاخذ كل شيء، وشرع ربي ما تعملوش. ومثلا الناس اللي عطات فيك الثقه عملت لك التوكيل كونها متمانه، كونك انت باش تعدل وتقسم بين اخواتك، تمشي انت تلم على كل شيء، وتمشي انت تستحوذ على كل شيء، وما يهمكش يعني خاطر هذيك غير كونه راجلها لابس عليها كما تستحقش الارث نتاع بوها. عليه هي بوك انت مش بوها هي. دونك بالحق هوني البنات نقول لكم بالحق، يعني الفتنه فين تكون كونه الوالد ولا الوالده ما يحطوش لي بوين سور لو زي. صحيح العمر بيد الله، يعني واحد ما يعرفش عمره كيفاش باش يكون، اما راهو ما تعرفوش على بعض ياما ناس، وبرشا ناس تقاتلت على الارث، وبرشا ناس تعادات على الفلوس.
على خاطر الفلوس نساو ولا نساو صلة الرحم ونساو الأخوة. ساعات نقول واحد ما يخلي شيء، خلي مكونه. علاش بالحق، علاش نقول خليني أنا نكبر، وخليني أنا نتعب، وخليني أنا نشقى عليهم في قرايتهم وفي مستقبلهم، خلي يكونوا رواحهم برواحهم. علاش أنا نبني في الديار ونعلي ونكبر ونعمل ونحرم روحي أنا ونحرمهم هما باش بعد يوصلوا يكبروا. كاين مثلا الخو مسلم لأخته، ولا كان الأخت مسلمة لخوها، تجي مرت الخو تقلبوا على أخته، ويجي راجل البنية. أنا عندي طفلة وطفل، يعني نحكي على ولدي وبنتي، ويجي راجل الطفلة يمشي يقلبها على أخوها. هذا خيتي علاش ماني ويني دويرات يكنوا فيها روسهم، دار الأم ودار البو بعد كان حبوا بيعوا هكا أمورهم، الحلال بين والحرام مبين، وربي هكا الشرع هي معروف، حظ الأنثى مثل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين. أما باش نخلي ونخلي ونخلي، انا بيرسونيلمون نقول انا نستثمر فيهم هما، انا نستثمر فيهم هما، ونزيد نعاود نقولها وحكيتها مرة اللي فاتت، نستثمر فيهم هما. برا عوموا بحركم، نقري نوري نكبر نعمل، كل حد يشد بلاصتو. برا قد على روحك، برا تحب تعمل انا حيه وفي مقدوري نعاون ما كانش برا يقولوا امورك. فليساتي نحطهم في قرايتك، فليساتي نحطهم في مستقبلك. فهمت بالحق، واحد ما دام عينه حيه وما دام عينه تغزر. غالطه هي غالطه كون واحد يعمل مانيش بونك الناس اللي لاباس عليها هذيك، ومثلا تقسم هذيك دار وهذاك دار وهذاك دار وهذيك مشروع وهذاك مشروع في حياه يعني قبل من عينه. هكا ما يصير حد شيء، كل حد لها. اما ناس يتموتوا هكا ويخليوا الدنيا هكا مقلوبه، وساعات ناس تموت مديونه ويخليوا الدنيا شاعله فيها النار والكل، وما يحددوا شيء. فهمتوا؟ مشكلة بصراحة، مشكلة. هذا موضوع للنقاش البنات نحكيو فيه بربي، نحكيو فيه خاطر يمس برشا ناس، يمس أنا متأكدة كل واحدة فيكم عندها قصة مع الحكاية هذية، كل واحدة فيكم عندها مشكلة أكيد. وفما زيادة مشكلة أخرى، مش باش نحكيو مش باش نحكيو على الصغار، يعني مش باش نحكيو على الأبناء، باش نحكي زيادة على الوالدين. فما زيادة والدين في حياك وفي حياهم يعني، والكل نورمالمون نقولوا مثلا، نقول القائل فما والدين لا يصرفوا على الصغار ولا لا يخلوا لك مناب، يعني اللي عنده يمشي يصرف ويمشي يدقدق يعيش فيها فسادا ويعبث فيها والكل، ما يخممش في ولاده، ما يخممش لا قراهم لا كبرهم لا عمل لهم حتى شيء، ويخليهم بعد يقاسيو ويعانيو وما عندهم لا تيلي لا ويلي. يعني شفتوا منا تكوي منا تشوي منا. العدل كوني انا نقول العدل بالحق، والحق كوني انا نكبر ونعلم ونقري ونصرف ونلبس ونوكل ونشرب، وكان عندي بزايد نعطي كل حق حقه في وانا حيه. سينو بالحق واحد بفتنة كبيرة كونه باش يخلي هكا مثلا يشري ويخلي، ولا هاو فلوس في البنك مخبى مفرطة، وهكا دار ما غاديك، وهكا تراب من غادي، وهكا ما نعرفش شنيا، وتعرفش على الدنيا كيفاش تموت وتخلي الدنيا هكيكا مشتتة وما تعرفش شنو يصير بعدك. موضوع النقاش نحكيو فيه قهوة عربي بعدك العشاء هذيك، قهوة عربي ترد الروح. ما تحلى القعدة هكا كان بك القهوة هذيك اوكي عيبات الحلو وتبخيرة. كلمت لستي قلت لها بربي ابعث لي مبخرتي هذيك، مبخرتي كانت مبخرة هيك، ليك المبخرة هذيك نتاعي. فما راهو هوني موجودين البنات، اما انا حبيتها تعز عليا برشا هذيك ومانيش مسلمة فيها. بخرتك الدار البخور عجعاجي. بسم الله ما شاء الله، واحنا قاعدين فكا ديفان بعدك التعب هذيك. وهوني نوصل لاخر الفيديو. ان شاء الله يكون فيديو ممتع، ان شاء الله يكون فيديو هكا يستحق الاعجاب، وما تنسونيش في اللايكات وما تنسونيش في الكومنتات. نخليكم في امان الله ورعايته، نحبكم برشا 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 برشا. ربي يفضلكم ليا يا احلى ناس واغلى ناس واطيب ناس. ان شاء الله نقول لكم شهيه طيبه للجميع. ونحبكم وباي باي.